اتصدمت صح؟ الفيديو اللي فات كان صادم. لو مش اتفرجت عليه اتفرج عليه هنا. انت ليه هتدخل البورصه وازاي تدخل البورصه؟ تمام؟ تمام. دلوقتي بقى نيجي نتكلم عن انا خلاص لا انا داخل البورصه عشان استثمر، انا داخل البورصه عامل حسابي انها استثمار طويل الامد. مده 10 15 20 سنه، لا ده ادمان، ده انا هستمر فيها طول الوقت. طيب خلاص داخل البورصه بالمنطلق ده وبالدماغ ده، خلينا نتكلم بقى ازاي تحدد راس المال اللي تبدا بيه في البورصه. راس المال تبدا بيه في البورصه هو 10% من مدخراتك، مش اكتر من كده. يعني لو حضرتك محوش 100000 جنيه، ف 10000 جنيه ده اقصى رقم ممكن تدخل بيه في البورصه على طول. جميل؟ جميل. طيب ايه الحل الثاني؟ الحل الثاني انك تاخدها كوسيله ادخاريه، كل شهر تحط مثلا فيها 300 500 1000 على حسب ما تقدر، وعلى اخر السنه هتلاقي معاك مبلغ موجود في البورصه تقدر تتعامل بيه. طيب المبلغ اللي احطه في كل شهر ده احطه في ايه؟ هنتكلم عنه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. ولكن دلوقتي احنا كلنا كده عرفنا ان البورصه هي سوق استثماري وادخاري عالي المخاطر، وياما سمعنا عن ناس ياما سمعنا عن ناس دخلوا بمبالغ قليله وبقوا مليونيرات من البورصه، وياما سمعنا عن ناس كسبوا 60% خلال كام يوم، وياما ما سمعناش عن ناس او ناس ياما ناس كتير جدا في السجون بسبب ان هم خدوا قروض حطوها في البورصه واشتغلوا بيها. فانت حضرتك هتبدا في البورصه، ابدا بمدخراتك، ابدا كتحويش، ابدا كانك داخل جمعيه. ما تاخدش قرض، ما تاخدش قرض تحطه في البورصه. ما تروحش تتفق مع ناس انك هتاخد منهم فلوس تشغلها لهم في البورصه. ما تجمعش فلوس من قرايبك. فلوسك اللي هتبدا بيها في البورصه دي فلوس انت مستغني عنها، حتى لو خسرتها مش هتاثر بيها. تمام؟ تمام. بالله عليك ما تدخل نفسك في حاجه انت مش قدها. ايه المده اللي انا اتوقعها عشان ابدا اسحب ارباح؟ مش قبل سنه. لما تيجي تشتغل في البورصه او تيجي تستثمر في اي اسهم واي شركات وكلام من ده، فانت مش قبل سنه لحد ما تتعلم مبدئيا. يعني انت السنه الاولانيه ديت حضرتك بتتعلم فيها البورصه، تكسب بتخسر بتخش مضاربات بتشتري في اسهم قويه بتعمل اي حاجه، ولكن انت بتتعلم. فمش من قبل سنه هتسحب ارباح من البورصه. ما ينفعش تعتمد على البورصه كمصدر دخل في البدايه، لا طبعا. تمام. لازم قبل ما تخش البورصه لازم تكون محدد خطه استثماريه واضحه. بمعنى ايه؟ بمعنى انا معايا 10000 جنيه هحطهم في البورصه، معايا 100000 جنيه هحطهم في البورصه. المبلغ اللي انا هحطه ده هوزعه ازاي؟ ايه الكيفيه بتاعته؟ دي ان شاء الله هنتكلم عنها في الفيديو اللي جاي لوحدها، لانها موضوع طويل ومهم ولازم تركز فيه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. يلا سلام.